بابا، ممكن تيجي معايا حفلة مش فاضي يا التخرج؟ حبيبتي، روحوا لوحدكم. بابا، أنا كنت عايز أتكلم معاك أنا مش شوية. فاضي دلوقتي، بعدين نتكلم. مش هتيجي تقعد معانا شوية؟ تعبان وعايز أنام. المفروض تحب ولادك وتراعيهم. ما أنا بحبهم، هو في أب مش بيحب ولاده؟ انت شايف انك كده بتحبهم؟ هو أنت فعلا بتحب ولادك؟ الحب مش مجرد خوف عليهم ولا شوق ليهم، ومش إنك تلبي كل طلباتهم أو تلمرهم بالدلال. الحب هو إنك تديهم اللي ينفعهم مش اللي يرضيهم في اللحظة. الحب الحقيقي إنك تقول لأ لما تكون لأ هي المصلحة، حتى لو بكت قلوبهم، لأن دمعة النهاردة أهون بكتير من ضياع بكرة. إنك تتحمل حزنهم المؤقت عشان تبني لهم غدا أقوى وأثبت وأصلب. إنك تحبهم يعني تجهزهم للحياة، مش تربطهم بيك لدرجة إنهم ما يعرفوش يخطوا خطوة لوحدهم. يعني تعلمهم إزاي يتحملوا المسؤولية، إزاي يواجهوا الغلط، إزاي يعتذروا لما يغلطوا ويصلحوا اللي أفسدوه. تحبهم بجد يعني تكون قدوة مش بس ناصح، يشوفوا فيك صدق الكلمة وعدل القرار وحرارة القلب. إنك تقعد معاهم بروحك مش بجسمك، يسمعوك وانت حاضر مش مشغول. الحب الحقيقي إنك توجه قلوبهم لربنا قبل ما تملأ إيديهم من الدنيا. إنك تزرع فيهم الإيمان وتحط في قلوبهم اليقين إنهم يبقوا أقوياء بالله قبل ما يبقوا أقوياء بنفسهم. فأحب ولادكم بعيون المستقبل مش بعيون اللحظة. ازرعوا فيهم اللي يصلحهم مش اللي يسعدهم مؤقتاً. ده هو الحب اللي بيبقى الحب اللي يرضي ربنا ويربي النفس ويبني الإنسان. لو الكلام لمس قلبك وشايف إن في حد محتاج يسمعه، انشره، يمكن تكون سبب في تغيير حياة. وسيب لنا تعليق من قلبك، كلمة دعم أو دعوة حلوة بتخلينا نكمل ونقدم اللي يفيد بجد. شكرا إنك وصلت للنهاية، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنك.